المساجد منارات الهدى في الأرض لبني البشر، ومن أبرز المؤسسات التي تحفظ للأمة الإسلامية تاريخها الماضي وتربطه بواقعها الحاضر، ويكفيها شرفا ومنزلة أن الله سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه وذاته العلية ليكتسب بناؤها وعمارها عظيم ثناء الله عليهم. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولا يخفى ما للمساجد من أثر في تربية أفراد المجتمع الإسلامي على مكارم الأخلاق وسلامة السلوك، وإصلاح ما يطرأ على حياة بعض المسلمين من الانحراف والجنوح نحو الفساد، إضافة إلى أثر المساجد في تقوية الروابط الأخوية بين المسلمين. ولما كان للمساجد هذه المكانة العظيمة، فقد أصبحت على مدى التاريخ الإسلامي على قمة هرم المؤسسات الدينية، وكلما ازداد تعلق المسلمين بها صلح عليها أمر دينهم ودنياهم. حن الفؤاد إلى عبير المسجد والقائمين الراكعين السجاد والذاكرين الخاشعين بروضات محفوفة بالطاهرين العباد. في كل ركن منه يجلس عالم يجلو الرواية من صحيح المسند، وهناك ملهوف يلوذ وساجد متبتل في خلوة المتعبد، ويد هنالك تستغيث تضرعا بكريم لطف الله من سوء اليد. صمت التبتل في أنين تضرع همس بلا علن وليس بمعتدي. حن الفؤاد الله أكبر صفوة من صفوات كالماء عذب مورد من موردي. القلب يبكي والدموع شهيدات تجري على خجل لقرب الموعد. اقرأ لترقى ما تشاء إلى العلا من جنة فرحا بيوم السؤدد. وعليك من حلل الكرامة حلات من سندس واستبرق وزبرجد. فإذا دخلت على الجليل فإنما تاهت حروفك في جلال المشهد. بالله لما أن تعانق أحمدا ويديك في يده بربك خذ يدي. حن الفؤاد
ثم اعلموا عباد الله أن عمارة المساجد نوعان. عمارة المساجد نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. أما العمارة الحسية فهي إقامة المساجد والسعي في بنائها والسعي في عمارتها، فهنيئا وطوبى ثم طوبى لمن وفقه الله جل وعلا في أن ينفق أمواله في عمارة وبناء مثل هذه المساجد. نقول لهم طوبى لكم، وباسمي وباسمكم جميعا نشكر ونقدم جزيل شكرنا لمن بنى هذا المسجد، للداعمة وفاعلة الخير منيرة بنت محمد الفجري، منيرة بنت محمد الفجري ووالديها، ونقول لهم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي أموالكم، وطوبى لكم، ونبشركم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم والبخاري رحمهم الله في صحيحهما، فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وروى كذلك الإمام أحمد في مسنده وغيره فيما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا كمفحص قطا لبيضها، أي كمفحص قطا نوعا من أنواع الطيور، ماذا بنى الله له بيتا في الجنة. فنقول بشرى لكم وهنيئا لكم بإذن الله جل وعلا أن تبنى لكم بيوت في الجنة في دار النعيم. وكذلك لا ننسى أن نشكر جمعية إحياء التراث الإسلامية في دولة الكويت، فهي الواسطة في هذا المشروع. حن الفؤاد إلى عبير المسجد. وفي الأخير لا يسعنا بين يدي هذا المشروع المبارك إلا أن نبسط أكف الدعاء سائلين الكريم أن يكتب الأجر الجزيل والثواب المضاعف لمن رفع هذه المنارة التي تهتف بالوحدانية الخالصة لله تبارك وتعالى، متضرعين إلى الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يبارك له في ماله وعياله، وأن يمتعه ومن يعول بالصحة والسلامة وراحة البال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهناك ملهوف يلوذ وساجد متبتل